صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن عملاق الكوميديا عبد الفتاح القصري. واتولد عبد الفتاح القصري سنة 1905 لعيلة غنية جدا، وكان القصري أول حفيد ليهم، وكان أول واحد في العيلة يتعلم في مدارس الفرير الفرنساوي، وكان في عربية حنطور مخصوص بتوديه وتجيبه من المدرسة. لكن عبد الفتاح ما كانش عايز يتعلم أصلا، وكان بيعشق التمثيل من صغره، وانضم لفرقة جورج أبيض المسرحية اللي اشتغل فيها فترة صغيرة جدا. لكن الفترة دي كانت السبب انه يبقى أشهر ممثل كوميدي في مصر. والحكاية بدأت لما جورج أبيض، واللي كان متحمس جدا له خصوصا لما عرف انه بيعرف لغات، اداله دور في مسرحية أديب ملكا. تخيلوا بقى لما عملاق كوميدي زي عبد الفتاح القصري يأدي دور تراجيدي. وكان جورج أبيض بيعمل دور أديب، وعبد الفتاح دور العراف الأعمى. فبيقول أديب للعراف اللي وصف بأنه قاتل: صح يا ابن الجحيم. وجه الدور على العراف اللي هو عبد الفتاح القصري عشان يرد، وقرر عبد الفتاح انه يجود في الدور، فرد بصوته وطريقته المميزة: وحسرتاه أنا تقول لي صح. فانفجر الجمهور طبعا في الضحك، وارتبك جورج أبيض وغضب بعد ما خرجوا القصري من الاندماج مع الشخصية، فأمر بإغلاق الستار وانفعل على القصري ووصفه بأنه فاشل وأنه عمره ما هيكون ممثل. واستغرب عبد الفتاح لأنه افتكر إن ضحك الجمهور معنى نجاحه، فزاد غضب جورج أبيض وراح ضارب عبد الفتاح بالقلم على وشه وطرده من المسرح. واعتقد عبد الفتاح القصري إن القلم ده أنهى مسيرته الفنية القصيرة، وإن مفيش فرقة هتقبله. وعمر عبد الفتاح القصري ما تخيل إن القلم ده هيكون السبب في شهرته وإنه يبقى واحد من عمالقة الكوميديا في مصر. وأول ما سمع نجيب الريحاني الحكاية وإن جورج أبيض طرده عشان ضحك الجمهور، دور على عبد الفتاح القصري وضمه لفرقته. ومن هنا بدأ عبد الفتاح القصري مشواره مع النجومية والكوميديا. واتجوز عبد الفتاح القصري 4 مرات، آخرهم من واحدة أصغر منه بكتير. وفي أواخر أيامه أصيب بالعمى وبأمراض كتيرة، ومنعت مراته زمايله إنهم يزوروه وطلبت الطلاق، واتجوزت من شاب كان عبد الفتاح القصري بيعطف عليه وبيعتبره زي ابنه. وخلت عبد الفتاح القصري يشهد على عقد جوازه، وعملت له أوضة صغيرة في بيته ينام فيها. ولما زاد عليه المرض هربت من البيت وسابته لوحده. ولما كترت عليه الديون طردوه من بيته، ودخل تحية كاريوكا والممثلة نجوى سالم يصرفوا عليه في مرضه. ولما مات ما حضرش جنازته من الفنانين غير تحية كاريوكا ونجوى سالم.